افتكر معايا كده كام مرة ابنك أو أخوك الصغير سألته على مشكلة أو مصيبة عملها في البيت وجاوبك وكذب عليك وهو بيجاوب وأنت يا عيني كنت عارف إن هو بيكذب. يا ترى إحساسك كان إيه وقتها؟ خلاص الواد باظ، ما لعبش عليه، العيب عليا أنا اللي معرفتش أربي. ما لو كنت ربيت صح من الأول ما كانش الواد باظ مني كده. الواد ضاع مني خلاص يا ام الواد. طب بلاش احساسك كان ايه، يا ترى كانت ايه ردة فعلك؟ عملت نفسك عبيط وما انتش عارف وعديت الموقف وخلاص، ولا فاجئته انك عارف وبليته في نص هدومه، ولا مسكته يا حرام نزلت فوقه ضرب وعد عشان يقر ويعترف بالجريمه اللي عملها؟ طيب هل عمرك فكرت ولو لحظه واحده بس ان هذه الاكذوبه الصغيره ممكن تكون علامه بتدل على مرحله فارقه في تطور النمو العقلي للطفل، او ان حتى الكذبه دي تكون مؤشر على الذكاء عنده؟ طبعا عمرك ما فكرت كده. يلا بينا نشوف الموضوع مع بعض. لازم تكون عارف كويس وفاهم ان هذا الطفل الصغير عشان يوصل لهذه الأكذوبة الموضوع في بعض الأحيان بيتطلب منه مجهود عقلي أكبر من سنه، وخصوصا لو كانت هذه الأكذوبة مصحوبة ببعض المبررات والأحداث الشيقة عشان يقنع اللي قدامه بالكلام اللي هو بيقوله. بمعنى آخر، لو ابنك بيعرف يحور مبروك، ابنك شخص ذكي، ما تستغربش، ده مش كلام أنا، ده كلام العلماء اللي أجروا الدراسات. في تجربة علمية أجراها إخواتنا الكنديين بأنهم جابوا مجموعة من الأطفال في مراحل عمرية مختلفة، وبدأوا إن هم يجروا عليهم دراسات وتجارب، واكتشفوا إن الدماغ بيقوم بنشاط عصبي غير عادي وقت اختلاق الكذب، واعتبروا ده مؤشر بيدل على الذكاء المبكر عند بعض الأطفال. الدكتور كان جليه مدير معهد دراسات الطفل في جامعة تورونتو الكندية إن الآباء المفروض ما يقلقوش لما يلاقوا ابنهم بيكذب، لأن ده مش معناه بالضرورة إنهم هيكبروا ويبقوا مرضى بالكذب. كده كده كل الأطفال بتكذب، ولكن هذه علامة على إنهم قد بلغوا مرحلة فارقة في تطورهم النفسي. وفي دراسة أمريكية أخرى عملها العالم النفسي تريسي ألوال في جامعة نورث في فلوريدا، شافت فيها 135 طفل متوسط أعمارهم من 6 ل 7 سنين، وتم توزيع أوراق لعب عليهم زي أوراق الكوتشيه، وسمحوا لهم إن هم يختلسوا النظر لأوراق زمايلهم، ولكن من غير ما يعرفوهم انهم مراقبين بالكاميرات. ولما رجعوا بعد كده سالوهم لقوا ان معدل ذكاء الاطفال اللي اعترفت ان هي غشت وبصت في ورق زمايلها اقل من معدل ذكاء الاطفال اللي انكرت وكذبت في الموضوع. وده لان الكذب بيحتاج ذاكره قويه وخيال واسع وقدره على اختلاق المبررات. يا سوسه منك ليه؟ وعلى الرغم من كل هذا الكلام الجميل الحلو اللي بسمسم، مش معناه ابدا ان احنا نسمح للطفل ان هو يكذب. يا فرحتي الواد بيكذب اصله طالع ذكي لجده ال16. لا يا حبيبي، احنا هنا بس بنوضح الجانب الايجابي من الموضوع. يعني زي ما تقول كده بنحاول نخليك تبص على نص الكوبايه المليان، ولكن احنا المفروض نعرف ليه الاطفال بتكذب وايه اللي بيدفعهم لكده، وايه هو التصرف الصحيح اللي نعمله في المواقف اللي زي دي. الحقيقه ان في اسباب ودوافع كتيره جدا ممكن تخلي الاطفال تكذب، ومن ضمن الدوافع دي اول حاجه الكذب بدافع الخوف من العقاب. طول ما الطفل عارف ان هو يتعاقب وبيفتكر العلقه اللي هو ياكلها فبيكذب عشان يتهرب من هذا العقاب، او ان هو يكذب بهدف تحقيق رغبه او الحصول على حاجه، زي مثلا ان هو يكذب ويقول انه مريض عشان يحصل على رغبه الهرب من المدرسه، او لما توعده بحاجه لو انجز مهمه فيكذب ان هو انجزها عشان يحصل على الهديه، او الكذب بهدف حمايه شخص بيحبه وبيخاف عليه، او حتى الكذب بهدف اذيه شخص بيكرهه ونفسه ينتقم منه، او الكذب بغرض لفت انتباه الاشخاص من حواليه، وده بيحصل لما الطفل بيحس بالغيره من حد تاني او بيبدا ان هو يحس بفقدان الثقه بنفسه. ممكن يكون بيكذب كمحاوله لتقليد الاخرين. الطفل لما يشوف شخص كبير بيعمل حاجه ولما يتسال عنها بيغير الحقيقه اللي بيرد عليها، بيبدا هو كمان يتعلم انه يغير الحقائق اللي بتحصل، ومن هنا بيبدا يكبر ويتعلم على الكذب. وممكن يكون بيكذب اصلا بسبب خياله الواسع، يعني ما بيكونش قصد الكذب، ولكن هو في قصه كبيره جدا في مخيلته هو بيفكر فيها وبيجاوب على اساسها. ممكن يكون الطفل اصلا مش فاكر الحاجه اللي انت بتساله عليها، فبيرد اي رد في الاول بيجي في باله. تعددت الاسباب والنتيجه واحده،
ولكن في مجموعة من الأشخاص بيقسموا الكذب عند الأطفال لمرحلتين اتنين. المرحلة الأولى الكذب البريء، الطفل وقتها ما بيكونش قصد إن هو يكذب، هو بس بيقول أي حاجة بتيجي على باله وخلاص. وتاني مرحلة ودي لما إدراك وعي الطفل بيبدأ يتكون ويتأكد إن مش كل حاجة في عقله الأشخاص اللي حواليه عارفينها، ومن هنا بيبدأ يقرر إنه يغير الحقيقة، لأن مش لازم الناس اللي حواليه يكونوا عارفين اللي هو بيفكر فيه. وبصراحة مفيش حاجة تجزم إن كان الطفل بيكذب فعلا أو ما بيكذبش إلا لو أنت كنت معاه داخل الموقف، ولكن مع ذلك في مجموعة من المؤشرات اللي ممكن تخليك تعرف إذا كان طفلك بيكذب ولا لا. أول حاجة تغيير الحقيقة في كل مرة بيتسأل نفس السؤال أو بيتسأل عن نفس الحاجة. عدم منطقية الكلام اللي بيحكيه، محاولة التهرب من السؤال اللي بتسأله له بإنه يكلمك عن حاجات تانية زي القطة المشمشية أو البطة السمسمية، أو يختلق أي قصة وتلاقيه بيتكلم في أي موضوع تاني، أو حتى النظر بخوف والتردد وقت الحكي. أنت بقى دورك إيه وتتصرف إزاي في المواقف اللي زي دي؟ أولا لازم تكون واثق ومتأكد إن الكذب ظاهرة شائعة ومنتشرة ما بين معظم الأطفال، ومش معناه بالضرورة إن الأطفال دولت هيكبروا ويبقوا سفاحين، بالعكس معظم الأطفال بتتخلى عن الكذب عند مرحلة عمرية مناسبة لما يفرق فيها ما بين الصح والغلط. وفي أسباب كتيرة جدا تدفع الطفل إن هو يكذب، فدورك أنت تحدد الأسباب دي وتبدأ تعالجها. بلاش تنصب له فخ عشان تبين إنه بيكذب وتحاول تحرجه قدام نفسه وقدام الناس اللي هو بيحبهم. تطمنه لو بلغك الحقيقة عن حاجة هو عملها، وتتقبل الموضوع بهدوء أعصاب. مش لازم تتصدم يعني من الكارثة، ومش لازم العقاب في كل مرة. تشجعه وتكافئه لو هو كان متعود يقول الحقيقة وبيبلغك بالصدق كل مرة بتسأله على حاجة. قرب منه وحاول إن أنت تفهمه وتدعمه نفسيا، وتديله الثقة في إنه يعبر عن نفسه ويعبر عن الحقيقة بدون أي خوف أو تهديد. ومع بداية إدراكه للصواب والخطأ ابدأ إن أنت علمه أضرار الكذب وإيه هي العواقب بتاعته، وليه المفروض نقول الحق حتى لو كان فيه عقاب، وإزاي ده هيخلي الناس تحبه وتثق فيه أكتر. وأخيرا لازم نكون إحنا قدوة لأطفالنا علشان يتعلموا مننا، لازم يشوفونا بنعمل الصح علشان هم يبدأوا يكرروه، ونسيبنا بقى من الكذبة البيضة والكذبة الصفراء والكذبة الحمراء. الكلام ده مش هنا، الكلام ده هناك واحنا بنلون البيض بتاع شم النسيم. انا دكتور مصطفى فرحانه، ما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب علشان تشوف الفيديوهات الجايه. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.